النهاردة هنتكلم عن سينما الام اكس 4 دي. اول فيلم نزل بالتقنية دي في سنة 2009، جيرني تو ذا سنتر اوف ذا ايرث في سيول في ساوث كوريا. والام اكس 4 دي موجودة في 40 دولة ولسه فاتحة في انجلترا في 2015. بينما لو قارناها بالاي ماكس فهي من 1970 وموجودة في 69 دولة. ولو قارناها بسينمات الدي بوكس فهي من سنة 1992، وبصراحة ما لقيتش معلومة هي فاتحة في كام دولة. الام اكس 4 دي موجودة في مصر في امريكانا بلازا اللي جنب الاي ماكس، وموجودة في البوينت 90، وهتلاقوا حجز ليها على موقع السينما دوت كوم. طيب لو جينا نقارن الام اكس 4 دي بالدي بوكس فهنلاقي الاتنين فيهم حركة، ده العامل المشترك. شفنا الكراسي بتاعة الام اكس 4 دي فهنلاقي ان التبطين بتاعها احسن واريح في القعدة بكتير، وسندة الرجل من تحت اريح، والكراسي الاهتزاز بتاعها اقوى من الدي بوكس. طيب نيجي للحاجات الزيادة، وهم حوالي 6 حاجات عن الدي بوكس. اول حاجة هي الويند، لما بيكون في رياح او زي هوا، نسمة هوا خفيفة كده في الفيلم، دي بتحس بيها في المراوح الجانبية الموجودة في طول القاعة. بعد كده في السيت بوكر والباك بوكر، وانت قاعد بتلاقي حاجات كده، لو مثلا البطل اتخبط في ظهره فتلاقي حاجة خبطتك في ظهرك، وفي حاجات برضو من تحت في قاعدة الكرسي. وفي كمان ليك تيكلرز ونيك تيكلرز، بتلاقي حاجات بتلسوعك كده تحت خفيف في رجلك، وفي حاجات كده بتبخ هوا في قفاك برضو وانت قاعد. وفي كمان الرين والفوج. بالنسبة للرين، لما الدنيا شتت في فيلم فانتاستيك بيست اند وير تو فايند زيم، فالدنيا ما شتتش في القاعة، وهم كاتبين في الام اكس 4 دي ان في شتاء، فمش عارفين هل هم موقفينها في القاعة دي يعني في مصر ولا هي مش موجودة عامة. بالنسبة للفوج او الضباب فهو كان موجود، لما يبقى في فوج جوه الفيلم تلاقي طالع من بره الفيلم، والفيلم كان اصلا 3 دي، فانت بتحس بانغماس عميق في الفيلم. ولكن بصراحة الفوج ساعات كده كان بيشتغل في مواضع ما فيش فيها فوج في الفيلم، كان مش تنكد 100% مع الأحداث. بعد كده في السنت او الريحة، كان في فيلم فانتاستيك بيس اللي شاف المراجعة، هتلاقي جيكوب اللي هو دون فوجلر كان رايح البنك عشان ياخد قرض عشان يفتح محل مخبوزات، فلما دخل لرئيس البنك كان معاه شنطة فيها زي دوناتس او معجنات، فتحها فطلعت ريحة كده زي برتقان، او اللي هي الريحة الصناعية للبرتقان. بصراحة الريحة دي جوعت الواحد يعني شوية. اخر تقنيه موجوده في الام اكس 4 دي هي الووتر بلاست، برضو في فيلم فانتاستيك بيست كان في كده زي خرتيت ضخم هربان، وكان نيوت سكامندر بيجري وراه، فالخرتيت ده وقع في بركه ميه، فالمفروض الميه دي طرطشت على دون فوجلر او جيكوب، ففعلا بتلاقي ميه طرطشت في وشك وكده جت على النضاره، فانت بتضطر تمسح النضاره بعد ما الميه طرطشت عليها من الووتر بلاست. كان في صديق لينا دخل فيلم جاك ريتشر اللي هو الجزء الثاني، فمن الروائح اللي شمها في الفيلم ده ريحة حريق الكاوتش او الكاوتش لما بتخمس، دي الريحة اللي كانت موجودة في الفيلم ده. في طبعا كمان حاجة اضافية في فيلم فانتاستيك بيست، كان في اللي هو الانتقال السريع، فلما بينتقل كده بالعصا بيبقى فيه زي فلاشنج، ففي كشافات قوية بتعمل فلاشنج مع الانتقال السحري ده، فبتخليك برضو الانغماس اكتر في الفيلم، تحس ان انت بتنتقل معاهم. وبرضه في فيلم جاك ريتشر كان فيه مع الرصاص، مع ضرب الرصاص بتلاقي الفلاشنج ده برضه شغال. فقياسي لتجربة الام اكس 4 دي طبعا هي افضل بكتير من الدي بوكس، ولكن لو قسناها بالاي ماكس فالاي ماكس بتتفوق في الصوت والريزوليوشن، اعلى صوت واعلى ريزوليوشن هيبقى في الاي ماكس، انما اعلى تجربة انغماسية بالحاجات المساعدة او التقنيات المساعدة دي كلها فهي الام اكس 4 دي. وبصراحة انا بعتبرها زي تجربة سينمات ال7 دي اللي هي بتدفع 35 جنيه وتخش 10 دقايق، ولكن فلما تبقى تجربة مطولة في فيلم كامل بالقوة دي وتدفع 100 جنيه بس في التذكرة، فانا شايف ان الاستمتاع كان شديد جدا، يعني تجربة تستحق التكرار اكثر من مرة. المشكلة هنا لما بنيجي نقيم الفيلم فاحنا هنا بنلاقي الناس شافت نسخ مختلفة من الفيلم، واحد شافه في سينما عادية، واحد شافه في ام اكس 4 دي، واحد شافه في دي بوكس، واحد في اي ماكس، فالمتعة مختلفة. يعني انا مثلا لو شفت الفيلم ده فانتاستيك بيست اند وير تو فايند زيم في سينما عادية ممكن مثلا اديله 7.5/10، بينما لو شفته في الام اكس 4 دي ممكن اديله 9/10، فتقنية العرض بقت مختلفة. ولو شفناه مثلا
مثلا في الاي ماكس ممكن نديله 8.5 من 10. يا ريت الناس اللي راحت الام اكس 4 دي تقول لي رايها في السينما دي، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة.